مانشستر يونايتد كسب النهارده كريستال بالاس 3-0 في الكاراباو كاب. والماتش كان ايه عدى زي كده ايه سريع سريع. بس انا عايز اتكلم في كام نقطة. هو سهل الموضوع شوية ان دين هندرسون طلع ونزل الحارس اللي نزل مكانه اللي شال 3 ده. بس الفكرة في ايه؟ ان انت دلوقتي عندك جرناتشو، هل هو هنصنفه كبديل ولا كأساسي؟ احنا عارفين مشاكل الوينجات اللي عندنا في الغاية. تمام. احنا بقى هل هو البديل نقول عليه جرناتشو البديل ولا جرناتشو الاساسي؟ اول ما بدأ في بداية الموسم اساسي، كان ماتش ما كانش احسن حاجة. بس هي الفكرة ان الفرقة كلها ما كانتش احسن حاجة. فهل هو هيبقى بديل ولا هو هيبقى اساسي؟ ده اول حاجة انا يعني ايه هستكشفها بقى الايام اللي جايه في الماتشات اللي جايه. تاني حاجة عندك إصابة مارسيال أو إصابات مارسيال. تقول لي ده جاب جول النهارده، أقول لك مش ضمننا يمكن يطلع مصاب دلوقتي. حد بقى ضامن حاجة؟ ده بالذات ده بالمنوط ده يودينا في 60 مليون داهية، واخد بالك؟ فهنشوفه بقى هل هو هيتصاب النهارده. ممكن بكرة مثلا لما يصحى من النوم يلاقي نفسه مصاب، ما تعرفش. هو النهارده كان مفتح وكان واخد باله في الجون التالت اللي جابه، وكان يعني ايه اول ما الكوره من حلبة على قامت قام حاطط رجله فيها على طول ماشي حلو وبسمسم ومقرمش وكل حاجه. خلاص، لكن انا بقى مش عايزك تصحى من النوم مصاب بكره. خلاص. طيب، مش هدوس جامد في الحته دي. اللي عايز اتكلم فيه برضه جوان كاسيميرو. يعني جون كاسيميرو جاب جونين في البايرن، جاب جون النهارده. الموسم اللي فات جاب جون برضه عدد لا بأس به يعني. برضه هو في اعتماد عليه برغم ان هو اللي المفروض بيلعب ستة، المفروض هو اللي بيلعب ارتكاز، واخد بالك؟ لان ماونت كان جنبيه 8 وحنا بعد كان بيلعب صانع العاب، او ماونت هو اللي كان 10 وصانع العاب، وحنا بعد هو اللي ايه اللي كان مركز 8 يعني. كان في ايه تباديل وتوافيق في الحته دي. لكن اللي كان بيلعب بقى الباك الشمال النهارده سفيان ابراهيم. يعني تقريبا ده اول او مش تقريبا ده اول ماتش يبداه. لعب باك شمال او سد خانه برضه لحد ما اللاعب البديل نزل اللي اسمه مش والله ما فاكر اسمه. المهم يعني هو لعب وطلعه في الدقيقه 60 ولا حاجه، ويعني هو الماتش مشي، واخد بالك؟ الماتش مفيهوش حاجات كتير قوي تتقال يعني. مش عاوز بقى اقول لك تحليل ومش عارف ايه وبتاع. انت عارف ان تين هاج اصلا، تين هاج ده لو مسك اي فرقه تانية عدله في انجلترا كان زمانه يعني قاعد بينافس مانشستر سيتي وجوارديولا على اللقب. انت فاهم وانا فاهم، واخد بالك؟ لو مسك تشيلسي مثلا وتشيلسي مش بالحاله المنيله اللي هو فيها دي، يعني مش لسه بيبدا من تحت الصفر، واخد بالك؟ كان ممكن يعمل حاجه. لان احنا مش من تحت الصفر، احنا من اسفل السافلين، من الاخر كده عشان اجيب لك من الاخر. ماشي. وطبعا عندك بقى الاستاذ سانشو، يعني ما ينفعش اقفل الفيديو كده اللي في السريع سريع من غير ما اتكلم عن سانشو. سانشو قفل الحساب بتاعه على الانستجرام، والواد ايه رافض 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 ان هو يعتزل كينيا. تقولش الواد كان مكسر الدنيا في السنتين اللي فاتوا ولا من ساعه ما جه يونايتد. ما رافض رافض رافض. ما بقاش موجود في المقاطع، مش بس بينزل ما ينزلش التدريبات مع اللعيبه الفريق الاول، لا ما بقاش موجود في المقر التدريبي نفسه بتاع النادي بتاع الفريق الاول. خلاص مش هتخش اصلا، ولا بقى تمرين منفرد ولا تمرين جماعي. مفيش خلاص. فهو بقى هيفضل قاعد زي البيت الواقف كده لحد ايه يناير لما يمشي. خليك بقى قاعد 3 شهور كده، اقعد نص قصب مش تحت التوته، اقعد نص قصب في بيت، هات لك عود قصب كده انت مش عايز تعتزل. واصلا لو اعتزلت هو ممكن ما يلعبكش، انت بس تبقى فاهم يعني. هو ممكن ما يلعبكش برضه، ده واقف قدام الدول. فما خلاص بقى لو انت مين يلا؟ ده حصيلة المجتمع وطفلة الحشرة. فمش رأي هو بس، ده رأينا كلنا. ماشي. بس يا سيدي، سيب لي بقى رأيك في التعليقات واشترك في القناة وادعس اللايك المتين، وسلام عليكم. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي.